تعالوا اوريكم بعمل ازاي القرنبيط المقلي. لو بتحبوه لازم تتفرجوا على الفيديو، بيطلع مقرمش وحلو قوي. اول خطوه ان انتوا تسووا القرنبيط. انا سويته على البخار، وانتوا ممكن تسلقوه في ميه وملح وفلفل وشويه كمون. لما يستوي 3/4 سوا تحطوه في ميه متلجه، وبعدين تصفوه وتسيبوه على جنب. وفي بال هتحطوا الدقيق والنشا والبيكنج باودر والتوابل اللي هبقى كاتباها لكم وبيض. التوابل دي ممكن تتغير حسب ما انتوا تحبوا، يعني تحبوا تزودوا وتقللوا، بس انا التوابل دي عجبتني وطلعت طعمه حلو جدا. وبعدين تقلبوهم مع بعض وتبداوا تزودوا عليهم ميه شويه بشويه لحد ما تلاقوا كده الخليط وصل للقوام ده. هتقلبوا بقى القرنبيط في الخليط ده وتسيبوه على جنب. وفي بال تاني حطيت الدقيق والنشا والبيكنج باودر، وحطيت شويه توابل انا اخترتها. انا حطيت ملح وفلفل وشويه كمون وبقدونس ناشف وتوم باودر. لو تحبوا تزودوا حاجه تقللوا حاجه في التوابل دي تقدروا عادي. كنت مجهزه طبعا زيت علشان يسخن على النار، وبدات اخد القرنبيط واحده واحده كده واقلبه في الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطه على طول في الزيت. هو مش هياخد وقت طويل، احنا بس عايزينه لحد ما يبقى لونه ذهبي كده ويبقى مقرمش. انا كمان جربت شويه حطيت عليهم بقسماط، دول اللي طلعوا بالبقسماط. حطيت بقسماط مع الدقيق وبرده طلع طعمه حلو، فيعني ممكن تجربوه كده وتجربوه كده وتشوفوا ايه اللي هيعجبكم اكتر. لو بتحبوا القرنبيط بجد لازم تجربوا الطريقه دي، وبالهنا والشفا.